دي رولات اللحمة اللي عملناها في تحضيرات رمضان، محشية جبنة وسبانخ وعين جمل. هسيب لكم لينك الفيديو بتاع التحضير تحت في الكابشن عشان ترجعوا له. هطلعها واسيبها بره التلاجة نص ساعة كده ترتاح. وفي طاسة سخنة وهي نص تجميدة كده فيها مكعب زبدة، هنزل باللحمة واديها صدمة عشان ما تفكش، وخليها تاخد لون حلو من كل الجوانب، وما تقلقوش ولا هتفك ولا هتطلع الجبنة بره. هنحطها في طبق على جنب ونغطيها، وفي نفس الطاسة ننزل بمكعب زبدة صغير، ونقلب البصلة اللي متقطعة جوليان لحد ما تاخد كل الطعم اللي نزل من اللحمة وتبقى باللون المكرمل ده. انزلي عليها بالمشروم وفنجان صغير من المية وقلبي وسيبي المشروم يستوي وياخد اللون الحلو ده. هننزل بمعلقتين كبار بقى من الدقيق ونقلب لحد ما الدقيق يختفي على نار هادية، ونضيف كريمة أو حليب زي ما تحبوا، كوباية كبيرة من الكريمة، وأقلب وأنا بضيف بالتدريج عشان ما يكلكعش. هفضل أقلب كده على نار هادية لحد ما القوام يبقى كريمي. أظبط الملح والفلفل وأنزل بقى قطع اللحمة تاني واسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. هتاخد حوالي 15 دقيقة بس، غطوها كويس أو لفوها فويل ودخلوها الفرن. ولما تطلع بقى شوفولي الجمال والحلاوة، قدموها جنب رز مفلفل، جنب بطاطس مهروسة زينوها كده بشوية بقدونس. وتعالوا شوفولي كده بس قوام الصوص والجبنة السايحة الدايبة اللي جواها، وبس كده.